مساء الفل يا صديقي. اكيد جه في بالك قبل كده سؤال، احنا ليه مش بنرجع الاثار المصريه بتاعتنا اللي بره مصر؟ والحقيقه ان انت عندك حق في السؤال ده، بس الاول لازم نعرف ايه المراحل اللي خرجت بيها الاثار دي بره مصر وخرجت ازاي. من قديم الازل يا صديقي، وسرقه الاثار المصريه تعتبر الشغل الشاغل عند كل الحضارات التانيه. والمفاجاه بقى يا صديقي ان السرقه دي كانت بتتم ممارستها من ايام المصريين القدماء، وبسبب اللصوص دول كانوا بيضطروا القدماء المصريين ان هم ينقلوا مقابر ملوكهم او انهم يصمموا جبانات او مقابر تشبه للمتاهه عشان محدش يوصل لها. وبتمر السنين يا صديقي وبيفضل حال اللصوص دي كما هو، وتجاره الاثار المصريه بتزيد وتزيد شعبيتها في كل البلدان التانيه. وكانت الاثار دي بتطلع بطرق شرعيه وغير شرعيه لحد ما جه محمد علي قرر يمنع المهزله دي بقى، واصدر قانون بيمنع خروج اي اثار مصريه بره البلد، وبدا ينشر ثقافه اهميه الاثار دي جوه البلد وبره البلد. ومن ضمن مخططه لزياده سمعه الاثار دي بقى يجيب بعثات من بره تنقب على الاثار ومقابر القدماء. بس ما كناش بندي للعلماء دول فلوس، احنا كنا بنديهم نسبه من اللي لقوه، يعني كام تمثال على كام برديه على كام لوحه، حاجه كده جاري ريق الاجانب لما يشوفوها يجوا مصر ويعملوا سياحه. وفضل الوضع ده مستمر وكله بالتراضي لحد ما دخل الاحتلال لمصر، واللي كانوا مجهزين سفن كامله بعلمائها وعمالها لهدف واحد، الا وهو استخراج كل ما يمكن استخراجه من بطن الارض. وبالفعل نجحوا نجاح فظيع لدرجه ان في بعض المعارك والمناوشات اللي حصلت بين فرنسا وبريطانيا على الاثار المصريه، وكانوا كمان بيسرقوها من بعض والبقاء للاقوى. بندخل للمرحله اللي بعد كده وهي تقنين بيع الاثار المصريه. من كتر ما كانت بقت كتير ولقينا عشرات المقابر، بقى مسموح للناس ان هي تتاجر فيها عادي زيها زي الدهب طالما معاهم وصولات وصكوك من الدوله باحقيه الاثار دي. والتجاره شطاره، والسايح اللي بيبقى معاه صك الشراء يقدر يطلع بالقطعه الاثريه ويسافر لبلده عادي. يعني في اثار انتشرت واتباعت زيها زي اي حاجه تانيه وبقت ملكيه خاصه، واثار الدوله مطلعاها بارادتها، واثار كنا بنهادي بيها الدول التانيه. الاثار دي كلها بقى احنا ملناش حق فيهم. الاثار المسروقه فقط او اللي طلعت بطريقه غير شرعيه او ملهاش صكوك ملكيه دي اللي لينا الحق فيها. والحقيقه ان الموضوع محزن جدا، لان اثارنا اللي بره بتوصل ل 3 مليون قطعه اثريه بتزين اهم المتاحف والشوارع في العالم. يعني انت عندك مثلا الولايات المتحده بس فيها اكتر من 270 الف قطعه اثريه، بريطانيا فيها ما يقارب من 178 الف، ده غير ال 100 الف قطعه اللي موجودين في المتحف البريطاني الكبير لوحده. وعندك متحف اونتاريو في كندا فيه 25 الف قطعه، متحف برلين فيه 80 الف قطعه اثريه، و26 الف غيرهم متوزعين على باقي متاحف المانيا. المتحف المصري في ايطاليا يحتوي على 42 الف قطعه، متحف اللوفر لوحده فيه 50 الف قطعه اثريه، المتحف الاثري في اليونان فيه 8000 قطعه، وزيه متحف بوشكن في روسيا برضه 8000 قطعه، وقائمه طويله جدا ما بتخلصش. انت متخيل الرقم؟ يعني احنا لو اخدنا اثارنا من المتاحف دي حرفيا هتتحول لاوض فاضيه. العدد المهول ده في كميه الاثار اللي في المتاحف اللي بره خلانا نعمل محاولات كتير لاستعاده ما يمكن استعادته، وبالفعل قدرت مصر تسترجع اكتر من 6000 قطعه اثريه. بس الحقيقه انه ما كانش بالحرب ولا كان بالتراضي. طب امال قدرنا نرجعهم ازاي؟ سنه 1954 اتعملت منظمه اليونسكو، ومع الوقت بدات تحط قوانين لمجالات كتير، كان اهمها ان اي اثر ثقافي يطلع بره وطنه يلزم على الدوله اللي اخدته ان هي ترجعه تاني. طب يلا بقى نرجع كل اثارنا؟ لا يا سيدي ما ينفعش. هو للاسف القانون ده بينص على اي اثر خرج بعد سنه 1972 هو اللي يرجع، يعني اي حاجه خرجت قبل السنه دي القانون ما يمشيش عليها. وعن طريق القانون ده قدرنا نرجع اللي طلع بعد سنه 1972. ومع ذلك برضه كان في مماطله رهيبه من البلدان التانيه، بس مصر كانت بتعرف تتعامل معاهم كويس قوي. ابسطها لما قطعت العلاقات مع متحف اللوفر ومشت البعثات الفرنسيه من على ارضها، بعد ما متحف اللوفر مرضاش يرجع لينا 5 لوحات كانوا مسروقين من مقابر نبلاء الاسره ال 18 في البر الغربي. والعالم كله كان مستغرب ان صرح كبير زي متحف اللوفر امتثل لضغط مصر ورجع الحاجه، وحاول بكل الطرق انه يرجع العلاقات مع مصر من اول وجديد. حجه البلاد اللي فاتحه متاحفهم على قفانا هو ان متاحفهم دي اكتر تطورا وامانا من متاحفنا، وانهم هيحافظوا عليها اكتر مننا كمصريين. ففهمت الحكومه المصريه ان التفاوض والكلام مش هيجيب نتيجه، احنا لازم ناخد خطوات فعليه ونسكب بيها الناس دي وما يبقاش ليهم حجه
وعشان كده بدأنا في بناء المتحف المصري الكبير اللي بيوصلنا انه من اكتر المتاحف الحديثة المتطورة في العالم. يعني احنا دلوقتي عندنا متحف على الاراضي المصرية اتعمل بايادي مصرية وكل اللي فيه مصريين، مصنف انه افضل من متحف اللوفر وافضل من متحف البريطاني الكبير. ولكن للاسف احنا لسه ما فتحناش المتحف ده رغم انه شبه منتهي، وده لاننا منتظرين عودة حجر رشيد اهم قطعة اثرية في العالم، واللي بدونه كانت بقت الحضارة المصرية باكملها عبارة عن شوية تماثيل ومباني على كام ورقة ولوحة ملهاش لا ملامح ولا حكايات ولا قصص ولا بطولات ولا علوم علمتها الحضارة المصرية للعالم اجمع. حجر رشيد رغم ما يمثله من اهمية للحضارة المصرية وللمصريين الا انه للاسف موجود في المتحف البريطاني الكبير، واحنا ملناش اي حق في استرجاعه. وعشان كده كانت اهم خطوة في تغيير سياسة مصر لاسترجاع الاثار انها تخلي الحكومة تشيل ايديها من اللعبة وتسيب الموضوع ده للشعوب وتحول عودة الاثار لمطلب جماهيري بضغط علني. احنا بدأناها بحجر رشيد لكنه خطوة في مشوار طويل جدا، اخره هيكون عودة اثار كتير جدا زي تمثال نفرتيتي وزودياك وتمثال رمسيس الثاني وتمثال الكاتب الجالس وتابوت الكاهن جيجي هوتي والاف غيرهم. وبس كده يا صديقي، كتب السكريبت ده ياسمين عزيز وصوره محمد النشار وقدمه ليكم محمد اسامه، ودي القصة كلها.